فعلا الذكاء الاصطناعي هيخلي الوظيفة والمصريين بالأخص بلا شغل؟ هل الروبوتات بقت أذكى مننا؟ الحقيقة حرفيا بقت أخطر مما تتخيل. أهلا بيك، أنا إبراهيم بقدم لك نصيحة عن التسويق وشوية تريكات تزود بيها فلوسك. الناس دلوقتي بقت بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي كأنه كابوس وهيقضي على كل المسؤولين تماما. كل يوم بنسمع عن أدوات جديدة بتكتب محتوى وتصمم صور أو تحلل بيانات أو حتى بتعمل إعلانات بضغط واحد. طب السؤال الأهم، هل ده معناه إنك كمسوق مالكش لازمة وإن ال AI هيحل محلك؟ خليني أقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها. الحقيقة اللي لازم تعرفها إن ال AI مش بديل لك، إنه أداة قوية. الذكاء الاصطناعي بيساعدك توفر وقتك ومجهودك، ولكن مش بياخد القرارات دي لوحده. هي الأدوات دي تقدر تكتب بوست أو تحلل جمهورك أو حتى تقدر تقترح استراتيجية تشتغل بيها، لكن اللي بياخد القرار النهائي هو المسوق الذكي اللي فاهم سوق العملاء صح. تاني حاجة، التسويق مش مجرد بيانات، ده فن وإبداع. أكتر حاجة بتميز أي حملة تسويقية ناجحة هي القصة، المشاعر والإبداع، ودي حاجات الآلة عمرها ما هتتقنها زي الإنسان. ال AI ممكن يساعدك لكن عمره ما يخترع لك فكرة إعلان عبقرية زي مثلا إعلانات زمان حلوانجي يا إسماعيل ولا بيبسي وإزازة الطحينة. تالت حاجة ولازم تاخد بالك منها، إن المستقبل مش ضدك لكن المحترفين. بدل ما تخاف من الذكاء الاصطناعي يستغله لصالحك، يعني مثلا استخدم أدوات زي شات GPT لكتابة المحتوى، أو مثلا ميد جيرني لتصميم الصور، أو إنك تحلل جمهورك باستخدام جوجل أناليتكس AI تولز. لكن الفرق بينك وبين أي حد بيستخدم ال AI هو قدرتك على الإبداع والتفكير خارج الصندوق. وفي النهاية يا صديقي، الذكاء الصناعي عمره ما هيقضي على المسوقين، ولكن هيقضي على المسوقين مش بيطوروا من شغلهم أول بأول. وخليك فاكر إن المسوق الناجح مش هو اللي بيخاف من التغيير، المسوق الناجح هو اللي بيستخدم كل الأدوات اللي تساعده ينجح. والسؤال دلوقتي ليك، أنت شايف إن ال AI فرصة ولا تهديد؟ قول لي رأيك في الكومنتات وأنا هرد عليك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتتابعني عشان يوصلك كل جديد. أشوفك الفيديو جايب أفكار جديدة. سلام.